هاي جايز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما ان للاسف الشديد الترم التاني هيبدا بعد بكره، عشان كده جهزت لكم في النوت دي اقوى 5 نصايح تخشوا بيهم الترم وقلبكم مرتاح، فمش هطول عليكم مقدمه، يلا بينا نبدا على طول. اول نصيحه ودي مهمه جدا جدا جدا، انك تعرف نمطك وتعرف ايه انسب طريقه مذاكره مناسبه ليه. يعني ايه الكلام ده؟ اصلا في ناس كتير ما تعرفش حوار النمط ده، فانا هقوله لكم بسرعه كده عشان تفهموه. النمط ده بتقسم الناس حسب طريقة تفكيرهم وطريقة تصرفاتهم، مش بس تصرفاتهم، وبتكون مكونة من 4 حروف. طيب ازاي انا اعرف نمطي؟ اقول لكم دلوقتي ازاي تعرفوا نمطكم وتعرفوا ازاي برضو الطريقة المناسبة ليه. اول حاجة هتروحوا على جوجل وهتكتبوا اختبار الانماط. اول حاجة هتطلع لكم في الخيارات هي اول واحدة هتختاروها، وهتعملوا من هنا اختبار الانماط. اختبار النمط بتاعكم هيطلع لكم نمط معين، يعني مثلا انا نمطي ENFP. فالخلاصة بكل بساطة ان انتوا هتدخلوا على جوجل، هتكتبوا اختبار الانماط وتجيبوا الاختبار وتعملوه، ويطلع لكم النمط بتاعكم. بعدين تاخدوا النمط بتاعكم ده كده وتروحوا تشات جي بي تي وتسالوه ايه احسن طريقه للمذاكره ليا انا النمطي اللي هو اللي انتوا هتكتبوه. ويا جماعه حوار النمط ده هو مش بس هيعرفكم احسن طريقه مذاكره ليكوا، ده حرفيا اسلوب حياه. يعني ده ممكن تشوفوا من نمطكم ايه احسن شغلانه تناسب لكم. ممكن كمان تبقى مع شريك الحياة، اللي هو انا نمطي كذا، ايه احسن شريك حياة مناسب ليا يبقى نمطه ايه. فبجد الحوار ده تحفة ومسلي قوي، كمان مش حوار مسلي، هو علمي اصلا، فهينفعكم قوي في حياتكم. دلوقتي يلا نخش على تاني نصيحة. ما تبدأش دروس جديدة، كرر القديم. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا يا جماعة، انا احسن دروس انا حافظاها في حياتي هم حرفيا اول درسين دراسات في التاريخ الترم الاول، درس الحملة الفرنسية ودرس المماليك، لسبب. الدرسين دول الظروف اجبرتني ان انا اكررهم كذا مره. يعني انا كررتهم قبل ما الدراسه تبدا مره، وبعدين ساعتها سبت الدراسه كتير، فقبل ما الاجازه تبدا المدرسه تبدا كررتهم تاني. بعدين دخلت الدراسه كانوا اول دروس بتتشرح فكررتها تالت. بعدين رحت ذاكرتهم في البيت فكررتهم رابع. عشان كده دول اكتر دروس من كتر ما انا كررتهم انا حافظاهم، لدرجه ان انا لو اتسالت عليهم دلوقتي هجاوب ومتاكده بنسبه 100% حرفيا. حتى جربوا اسالوني في الكومنتات، ده لو انتوا افتكرتوا اصلا. وكده كده الواحد بيجي عليه فتره كده في نص الدراسه بيفقد الشغف، فمش هيبقى معانا ساعتها لا قديم ولا جديد، لكن الطريقه دي هتخلينا على الاقل معانا القديم نبقى حافظينه وصمينه ومتاكدين منه ونقدر نخش على الجديد بثقه. يعني مثلا انا ارجح ان انا اذاكر الدرس مثلا 4 مرات. انا لما ذاكرت الدرس 4 مرات ده خلاني افتكره لدرجه ان انا لحد دلوقتي حرفيا حافظاه. تعالوا دلوقتي ندخل معانا على النصيحه الثالثه. سخنوا قبل المذاكره. الطريقه دي هتخلينا نضرب عصفورين بحجر في نفس الوقت. ازاي هنسخن قبل المذاكره؟ احنا محتاجين قبل المذاكره ان احنا مثلا انا هدخل دلوقتي على تاني درس ساينس، فقبل ما ادخل على تاني درس ساينس انا محتاجه ان انا اسخن عن طريق ان انا ابص او اقرا الدرس الاول اللي انا ذاكرته قبل كده. فده هيخليني اعمل حاجتين، هيخليني ان انا اجهز مخي ان انا اذاكر الدرس اللي انا هذاكره، وفي نفس الوقت اكون راجعت الدرس الاول. فانا كده حرفيا ضربت عصفورين بحجر. ويا جماعه النصيحه دي تحفه بصراحه، ده بتخليني ان انا ببقى ايه، بعمل زي ريفرش المخ ان هو يقدر ان هو يستقبل معلومات، ويبقى عارف ان هو الوقت ده هو هيخزن معلومات جديده. النصيحة الرابعة وهي مرتبطة شوية من نصيحة رقم 3، خلي مخك جاهز لتلقي المعلومات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا ما تبقاش مثلا قاعدة او انت او ايا كان او انتي مش هتفرق، تبقوا قاعدين حاطين السماعة في ودنكم وعمالين طول النهار اغاني شعبي اغاني شعبي او ايا كان نوع الاغاني. انا بتكلم على فكرة مثلا الاغاني الصاخبة اللي هي تقيلة، اللي هي الواحد بيسمعها بيجيله صداع. تبقوا قاعدين طول النهار عمالين تسمعوا الاغاني دي، وفجأة يلا نروح نذاكر. كده انتوا مخكم مش جاي لتلقي المعلومة، لان ده اصلا انتوا خلاص انتوا دماغكم استنزفت في كميه صداع مش طبيعيه. فانتوا دماغكم اصلا اوريدي طاقتها مش موجوده، فانتوا رايحين تذاكروا، فانتوا طالبين من مخكم ان هو يجهز المعلومه ازاي او ان هو يخزنها. فده بلاش تعملوا كده. تعالوا بقى اقول لكم ازاي تخلوا مخكم جاهز ان هو يتلقى المعلومات ويخزنها كمان كويس. اولا احنا محتاجين نجهز دماغنا لتلقي المعلومات في 3 خطوات. اول حاجه ان احنا هنصفي دماغنا. يعني ايه نصفي دماغنا؟ يعني هنبعد الدماغ عن اي مشتتات زي تليفون او موبايل او ايا كان شاشه. وهنعمل ايه كمان؟ لو لقينا ان دماغنا فيها افكار كتير، لو انتوا بالذات عندكم اوفر ثينكينج زيي، فانتوا هتجيبوا ورقه وهتكتبوا كل فكره في دماغكم او كل حاجه في دماغكم ايا كان الحاجه دي هايفه او لا. وطبعا لو انتوا مش بتحبوا ان حد يقرا انتوا كاتبين ايه، فعادي ممكن تاخدوا الورقه دي تقطعوها. لكن الفكره هنا من الموضوع ده انكم تصفوا دماغكم قوي، بس عشان تبقى جاهزه، تبقى ريفريش كده. الخطوه التانية انكم تدخلوا دماغكم في مود التعلم. يعني ايه ان انا ادخل دماغي في مود التعلم؟ المخ بيكره او مش بيكره، هو بيقاوم الحفظ بس بيعشق الفهم. فانتوا قبل ما تبداوا مذاكره هتقولوا الكلمه دي:
قبل ما تخشي تذاكري او قبل ما تخشي تذاكري هتقولوا لنفسكم انا داخله افهم مش داخله احفظ، لان زي ما قلت لكم المخ بيقاوم الحفظ لكن في نفس الوقت بيعشق الفهم. وبعد ما هتعملوا الخطوتين دول هتشربوا كوبايه ميه، وانتوا كده بقيتوا جاهزين ان انتوا تذاكروا او تدخلوا في دماغكم اي معلومه عايزين تدخلوها. تعالوا دلوقتي ندخل على النصيحه اللي بعد كده. طيب النصيحه دي عباره كده عن نصيحتين مزدوجين في نفس الوقت. اوعوا تحاولوا انكم ترهقوا او تحبطوا نفسكم بكميه المهمات اللي انتوا هتحطوها، وفي نفس الوقت اوعوا تهربوا من التقييمات او النماذج اللي المدرسه بتعملها لكم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا كنور بعمل حركه مستفزه جدا جدا جدا. ببقى قاعده كده في الفصل لما بروح الفصل ولما بروح المدرسه بيجيلي طاقه تعلم وطاقه ان انا ابقى عايزه انجز وعايزه اخلص وعايزه اذاكر. تحس ان انا كده عندي طاقه ان انا ممكن اخلص المنهج كله وانا قاعده. بيخليني كده امسك النوت او التو ليست بتاعتي وافضل اكتب النهارده هعمل كذا كذا كذا. ممكن الاقيني دخلت حرفيا في 12 مهمه، حرفيا 12، واروح البيت الاقيني خلصت من 12 مهمه دول. حاجات بسيطه ممكن اكون خلصت من 12 مهمه كامله 4 أو 5، وبعدين الاقي نفسي احبطت، اللي هو ايه اللي انا عملته ده، انا فاشله وبتاع وكده. لا، هو مش فكره فاشله، فكره ان انا متخلفه وانا بحط مهمات، لان مفيش حد بيحط لنفسه مهمات بالكميه دي. ده غباء، ما تعملوش كده يا جماعه بجد. حطوا لنفسكم حد، يعني مثلا حطوا ان انا النهارده هذاكر 3 حاجات بس، او النهارده هذاكر 5 حاجات بس، مش 5 مواد، 5 حاجات. يعني مثلا النهارده هذاكر في الماده دي هذاكر مثلا مواد شرعيه، النهارده هذاكر حديثين، هذاكر في الماده التانية كذا. فما ترهقوش نفسكم كميه المهمات، لان انتوا هتلاقوا نفسكم فجاه مش عارفين تعملوها، ولو عملتوها هتلاقوا نفسكم عملتوا كده مثلا يوم او 2، هتلاقوا نفسكم بعد كده محبطين. فما تعملوش كده، حاولوا انكم تعملوا ليميت للمهمات اللي انتوا بتحطوها. طيب الحاجة التانية، ما تهربوش من التقييمات. طيب بصوا يا جماعة، انا عندي كده قصة مؤثرة حابة احكيها. الماث، انا كنت بذاكر ماث كتير قوي الترم ده انا اكتر حاجة ذاكرتها حرفيا الماث. وعلى مدار الترم كان في طبعا نماذج كتير بنمتحنها وبتاع لحد اخر السنة، لحد امتحان نص السنة يعني. المهم ان انا النماذج دي وامتحانات الشهر كلها بمعنى حرفي انا كنت بسقط فيها. حرفيا يا جماعه مفيش نموذج ولا نموذج ماس واحد بس جبت فيه درجه كويسه، او امتحان الشهر انا حرفيا بجيب فيهم درجات فل. يعني مش عايزه اشتم بجد، بس درجاتي في الماس كانت نيله. انا كان ساعتها كان اعلى درجه جبتها في الماس في البتاع ده في المدرسه كانت كنت جايبه كام 20 من 15. دي كانت اعلى درجه حرفيا. لكن قلت لنفسي ان انا مش هوقف، وان انا هذاكر ماس لحد نص السنه، وادينا هو بعمل اللي عليا وخلاص. وجيت يا جماعه في نص السنه بصراحه انا اتفاجئت من نفسي. انا احتمال ان شاء الله باذن الله اقفل الماس اصل انا هقول لكم ايه، اصل انا في الامتحان كتبت اجابتين وسبت الاجابه الغلط، نسيت اشطب عليها. فدي اللي انا خايفه منها، ان انا انقص منها بجد. لكن غير كده انا بعد ما حاولت على مدار الترم ان انا اجمع كل المعلومات وكل الغلطات اللي انا عملتها، ده خلاني اادي اداء ممتاز بالنسبه لي في الامتحان. فانتوا ما تتهربوش من التقييمات، حتى لو هتجيبوا درجه وحشه مش مهم، انتوا بتتعلموا من اخطائكم. اعملوا كده نوت، تبقى دي كده نوت الاخطاء. النهارده انا غلطت في كذا كذا كذا، احط الغلطات دي وبعدين اروح البيت اذاكرها، مش هتنسوها، وفي نفس الوقت هتنفعكم جدا جدا في امتحانات اخر السنه. وبس هي دي كانت نصايحي النهارده ليكم، اتمنى انها تكون فادتكم، اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو. وطبعا هنزل لكم فيديو عن ازاي تذاكروا في رمضان، لان انا بصراحه انا بعشق المذاكره في رمضان، وهقول لكم ده الفيديو اللي هو هعمله. وطبعا هنزل لكم فلوجات عشان في المدرسه وكده. وبس كده نكون خلصنا الفيديو. بحبكم قوي. صح، نسيت اقول لكم ده الاكونت بتاع الانستا بتاعي يا جماعه. هحاول ان انا احط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن، متنسوش تروحوا تعملوا هناك فولو، تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت. بحبكم قوي، باي.